فقال الرب سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. موضوعنا اليوم يتعلق فيه والله ما دعوت الله بدعوة إلا استجيبت لي. والله ما دعوت الله بدعوة إلا واستجيبت لي. كلمة أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه الكلمة تنهد بها وتتحطم بها، وأمامها كل الذنوب مهما كبرت، ذنوب الدهر كله، وحتى ولو فررت من الزحف. جاء رجل إلى الحسن البصري التابعي الجليل رضي الله عنه، ظاهر ذاك رجل زاهد، كان ظاهره كباطنه وباطنه كظاهره. فقال له الرجل يشكو إلى الحسن البصري، هذا أول رجل جاء للحسن البصري، فقال له: السماء لم تمطر، يعني نحتاج إلى مطر، الأرض قاحلة. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. ثم جاءه رجل آخر فقال له: أشكو الفقر، أنا فقير. فجاء رجل ثالث فقال للحسن البصري: امرأتي عاقر لا تلد، أريد أولاد. فقال له الحسن البصري رضي الله عنه: استغفر الله. ثم جاء رابع، أجدبت الأرض فلم تنبت، نحتاج إلى المطر. فقال له الحسن البصري: استغفر الله. أربعة جاءوا له، كل واحد يشكو مصيبة خاصة به، فأعطاه كل واحد منهما أن يقول: استغفر الله.
قال الحاضرون أو أحد الحاضرين للحسن البصري: عجبنا لك، ما هذا؟ أو كلما جاءك شاك يشكو قلت استغفر الله؟ فقال لهم الحسن البصري رضي الله عنه: ما قلت ولا جئت بشيء من عندي. وقرأ هذه الآيات الكريمة من القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا قول الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان داوم على الاستغفار فالله سبحانه وتعالى يمد بما يريد، لأنه الله علام الغيوب. اسمع إلى هذه القصة العجيبة التي حدثت للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. يقول الإمام أحمد: كنت في أحد البلاد ولا أعرف في أحد، ما يعرف أحد، فدخلت مسجدا أريد الصلاة والمبيت فيه، يعني أريد أن أنام في المسجد وأصلي المغرب والعشاء. وتوسدت في ركن، يعني انزويت في ركن من أركان هذا المسجد وأردت أن أنام، ولكن تبعني عامل المسجد. العامل على المسجد مأمور أنه يغلق المسجد، وظل يجرني من ثوبي حتى أخرجني خارج المسجد وأغلقه، فأردت النوم أمام المسجد فرفض أيضا، وظل يجرني من ثوبي حتى أبعدني عن المسجد. ونحن في هذه الحال رآني رجل فسأل عن الخبر وطلب مني أن أكون ضيفه في هذا المساء، فقبلت. ذهبت مع الرجل إلى بيته، وكان هذا الرجل صنعة خباز يعجن الدقيق في الليل ويخبز في الصباح. هذه يعني الخباز في تلك الأيام. وطوال الليل هذا العجان هذا الخباز يعجن الدقيق ليلا، وكان يستغفر الله. هكذا المؤمن دائما وأبدا لسانه رطبا بذكر الله، كان يستغفر الله كثيرا. فالرجل لا يعرف أن ضيفه أحمد بن حنبل، فمن كثرة استغفاره سأله الإمام أحمد: يعني تستغفر الله كثير، هل وجدت من أثر الاستغفار شيء؟ يعني هل وجدت الله أكرمك بشيء من هذا الاستغفار؟ وأحمد بن حنبل علم الناس بالاستغفار وفضل الاستغفار. فرد علي الخباز: نعم والله ما دعوت الله بدعوة إلا واستجيبت لي إلا دعوة واحدة. قال: كل ما سألت الله أعطاني إلا دعوة واحدة. فقال له أحمد ابن حنبل: ما هذه الدعوة؟ إيش الدعوة اللي لم تجب لك؟ فقال الخباز له: أن أرى الإمام أحمد بن حنبل
فقال له الإمام أحمد رحمه الله: والله لقد جاء إليك أحمد بن حنبل يجر جرا. والله لقد جاء إليك أحمد بن حنبل يجر جرا. هذه هي ثمرة الاستغفار وإجابة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين يستغفرون دائما وأبدا وخاصة في الأسحار. هذه ثمرات الاستغفار. الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، من ثمرات أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوب العبد، وهذا أكثر ما فيه. ما من أحد إلا ويخطئ، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما من أحد إلا ولو حسنات ولو من سيئات دائما. فيقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله يحضنا أن نستغفر دائما ليغفر لنا الذنوب. الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، ما هناك ذنب لا يغفر. حين يكون الإنسان بنية خالصة ويتقدم إلى الله سبحانه ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب من الكفر والشرك، جميع الكبائر والصغائر الله سبحانه وتعالى يغفر، لأنه هو يخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا كبيرة صغيرة كلها. لكن الإنسان دائما يستغفر الله سبحانه وتعالى. كلمة الاستغفار كلمة عظيمة لا يقف أمامها ذنب ولا معصية مهما كبرت، ما شيء يقف أمام هذه كلمة الاستغفار. الله سبحانه وتعالى دائما ينتظر العبد المؤمن الذي يخطئ أن يستغفر الله، والله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الذين يستغفرونه. أبو موسى، حديث صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال الله سبحانه وتعالى عن الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربه، إلى يوم القيامة، إلى أن تقوم القيامة. استغفار الله سبحانه وتعالى يحض عليه، ومن أفضل ما يستطيع ما يقوم به الإنسان، لأنه هذا ذكر الله سبحانه وتعالى ويغفر الذنوب. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. الاستغفار يكون بإيمان وصدق نية ويقين وإخلاص لله سبحانه وتعالى. دائما وأبدا يكون الإنسان يستغفر الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى هذا الحديث. الشيطان يخاطب الله سبحانه وتعالى. الشيطان يعترف بربوبية الله، يقر بها، وهذه لا تكفي. في الجاهلية الذين عانى منهم الرسول كانوا يعترفون بالربوبية. الربوبية وحدها لا تكفي. العلماء قسموا التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، الله خالق ورازق كل شيء، وتوحيد الألوهية ما يعبد غيره، وتوحيد الأسماء والصفات، الله له أسماء لا تعد ولا تحصى، لا نستطيع حصرها. كذلك الأسماء لا تعد ولا تحصى، والصفات كذلك له أسماء وصفات. فهذه الأسماء والصفات كثيرة. إن هناك الحديث 99، هذا ليس كل أسماء الله، هناك أسماء أخرى مضافة إليها. فالله سبحانه وتعالى فقسموا العلماء التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية،
توحيد الأسماء والصفات. الشيطان اعترف بربوبية الله. اسمع ماذا يقول الشيطان لله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فرد علي الرب سبحانه وتعالى: انظر إلى كرم الله وإلى عزة الله وإلى لطف الله. فقال الرب سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي، وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يعني كل ما ذكرت الله أستغفر الله، الله يغفر لك. وعزتي وجلالي لا أزال دائما وأبدا أغفر لهم إذا استغفروني. يا لها من عزة لمن آمن بها وعمل بها. لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فالقلوب المؤمنة التي تستأنس بذكر الله وبالاستغفار، الاستغفار من أعظم وسائل الأمن والراحة والاستقرار النفسي والجسدي والروحي. الله سبحانه وتعالى قال: وبالأسحار هم يستغفرون. أفضل أنواع الاستغفار هؤلاء الذين يستغفرون في الهزع الأخير من الليل، حينما ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء العليا إلى السماء الدنيا، إلى أقرب سماء. ينزل الله سبحانه وتعالى كل ليلة في الهزع الأخير ويسأل: هل من مستغفر؟ يغفر له، وهكذا. وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار يجلب لك الخيرات ويدفع عنك البلاء والنقم، ويجلب لك سعة الرزق ورغد العيش والعافية. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.